السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة زي ما انتم شايفين كده مع بعض، زي ما اتعودنا سوا هنعمل الأكل يوم بيومه. صينية لحمة بالعكاوي، ما شاء الله اللهم بارك. دي عكاوي، دي العكاوي ودي لحمة. العكاوي دي اللي هي بتبقى دي للعجل، يبقى طعمها جميل اوي، احلى من اللحمة كمان. زي ما انتم شايفين كده، دي حلة فاضية. انا مبسلقش اللحمة في مية واشطرمها، لا انا مبسلقهاش زي ما انتم شايفين كده. بس انا الحلة تنشف على النار، تسخن اوي على النار، واقوم نازلة باللحمة وبسيبها لما تكرمل، بغطيها ما بقلبهاش ولا اي حاجة. لما بتاخد صدمة على الوش ده وبرجع اقلبها على الوش تاني. لما اشوفه ما قلبتهاش، لما اشوف عملت ازاي، لونها اتغير ازاي. جربوا الطريقة دي والله احلى ما بتحطيها في المية وتقشطي الريم والكلام من ده. لا لا لا، كده ملهاش حل. والعكاوي دي بتقارن الكوارع، يعني اللي ما بيحبش الكوارع ياكل العكاوي، بتفيد الجسم قوي ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده لغايه ما الحله تكرمل، احنا بنحبها كده مكرمله، وهتلاقي والشوربه هتبقى غامقه، بس هي بعد ما هتستوخ هتفتح الشوربه تاني، والله بيبقى طعمها جميل. جربوا الطريقه دي ومش هتندموا، هتندموا ان انتوا كنتوا بتسلقوها وتقفوا تقشطوا الريم وده. هنا زي ما انتم شايفين كده، هنا بحب اديلها صدمة من كل وش، وبتحفظ قيمتها الغذائية ودمها ما بينزلش. هنا دي معلقة سمنة، مش معلقة والله، نص معلقة سمنة بلدي لازم للتشويحة. هنا بقى في ملح، فلفل، حبهان، ورق لورا، مستكة، تحطيهم معاها. بس انا هنا الفلفل بتاعي انا طحنا عليه الحبهان والمستكة وورق اللورا ووسط الطيب، والفلفل ده للحوم، بس دول انا طحناهم كده مع بعض للحوم. وقت تشوفوا بنزل بيه، يعني انت شايفه كده كرملت خالص اهي ما شاء الله. شوفوا الفلفل عندي عليه كل حاجه، وحبه ملح بس. لو انتي مستعجله ما تحطيش عليها ملح دلوقتي خالص، الا اول ما تيجي تستوى. بس انا بصراحه كنت بدري، ما كنتش مستعجله، فبحب احط لها في الاول كده. هنا دي ميه مغليه، وبصله بس، مش اكتر، ولا طماطم ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، هي طريقة عادية خالص بس بطريقة، على فكرة أكتر من طريقة شغالين بالطريقة دي. ضغطت عليها. هنا بقى بجيب صينية شطفتها عشان أعمل هنا صينية البطاطس. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، عندك بقى اللحمة دي، يعني في ناس بتحبها لحمة سمينة، وفي ناس بتحبها حمرا. هي الملبسة بتبقى أطعم، يعني لا هي سمينة قوي ولا هي حمرا قوي، وسط، بتبقى أطعم وأحلى ما شاء الله. يعني أنا معرفش أكل اللحمة الحمرا قوي دي ولا السمينة قوي، وسط يعني ملبسة. انا اللحمة الحمرا دي بتبقى غلط قوي، والسمينة بتبقى غلط قوي. زي ما انت شايفة كده، دي بصلة انا ما بخرطها، ما بعملهاش ناعم خالص بالمبشرة ولا حاجة، لا انا بقطعها جوانح كده زي ما انت شايفين، او طرنشات. وكان عندي والله نص قرن فلفلة رومي، وده قرن شطة رفيع، فلفل حامي زي ما انتوا شايفين كده. لا بيتفتح، المهم ما تشيلوش اللي هو القمع بتاعه ده، ما تشيلوهوش عشان ما يديش حرارة في الصينية، او هو بيديلها ريحة وطعم خطيرة. صينية البطاطس بالذات يعني لازم تحط لها قرن شطة زي البامية، لازم تحط لها قرن شطة كده احمر. البطاطس لازم نحط لها اخضر زي ما انتوا شايفين كده. ما بحبش ابشر البصلة ابدا للبطاطس ناعم، او اخرطها ناعم، بحبها طرنشات كده.
انت شايفة. في ناس، لا، في ناس بقى بتبشر البطاطس، تبشر لها وبعدين تخرط معاها بصل. طب ليه؟ هي دي التخريطة مرة واحدة وبتعملي عليها التقلية وخلاص. هنا اهو ما بستناهوش يحمر، يدبل بس. يعني هو كده محمرش، هو يدبل بس. وهنزل عليها بمعلقة توم. صينية البطاطس دي أساسا معاها التوم. أي صينية بطاطس، حشو، معلقة صغيرة مش كتير يعني. أي صينية بطاطس، سواء فراخ سواء لحمة، أي حاجة فيها صينية بطاطس لازم تحط لها معلقة توم صغيرة. يعني قيمة 5 فصوص توم كبار كده. التوم اللي أنا حطيتها كان عندي في الفريزر زي ما انت شايفة كده. بطلع بس ريحة التوم وهنزل بالطماطم على طول اهو زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله. بس وهتغطيها بقى وتسيبيها هي بالظبط ما تبرد. تغطيها قصدي عشان تتسبك. هنا فلفل، حطي بقى البهار اللي انت تحبيه. بس هو المستحب ليها بيبقى ملح وفلفل وكمون، بس مش اكتر من كده خالص. عايزة لو بتحبها بقى سبايسي ممكن تحط لها يعني ربع معلقة. الكمون ده كان في ايدي عشان انا كنت لسه طحناه طازة، كنت جايباه من المطحنة. كنتش لسه حاطته في البرطمان، لان انا لما البرطمان بيفضى عندي فلفل كمون شطة اي حاجة لازم اغسله واصفيه وبعدين احط فيه تاني. تيجي تبصي تلاقي كل البرطمانات نضيفة. مش شرط ان انا المهم كلهم، لا بيبقى فيهم طبعا. هنا كانت السبيكة خلاص اهي زي ما انت شايفة. واللحمة ما شاء الله كان خلاص ما عادش حاجة خالص على السوية خالص. بحب اطلعها لتلات ارباع سوا كده، عشان تحطيها عشان تاخد تسوية البطاطس. ما بحبش احطها بعد البطاطس ما تستوى، لا، بحب اسويها مع البطاطس نفسها. وهنا انا قدمتها عادي مع رز ابيض، رز عادي ابيض بس زي ما انت شفتي كده ما شاء الله. هنا بقى هسيبها بستوي. هنا بقى هنزل بالبطاطس زي ما انتوا شايفين كده. بطاطس ترنشات عادية خالص ما شاء الله. هيك يا حبيب قلبي وصلنا لغاية هنا. نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. هنا بحط لها بقى يعني قيمة ايه، كوباية المية كده كبار عشان تستوى بيهم زي ما انت شفتي كده. هنا ظبطت احط خلاص. وبتغطيها طول ما انت مغطياها انت كمراها. هنا بقى حلة فاضية اهي. هنا هطبخ الرز الابيض بتاعنا العادي خالص زي ما تعودنا. بنشوح الزيت عادي، بندعي الزيت وبعدين نشوح الرز بس، ونحط له القاد وبنسيبه على النار. ما بنقلبوش كتير. اللهم بارك. اللحمة طبعا مفيدة جدا للجسم، بس طبعا مع الغلا اللي احنا فيه ده طبعا يعني الحمد لله يعني حاول على قد ما تقدروا حتى لو كل 15 يوم هتاكلوها مرة جنب الفراخ وكده، لأن الجسم بيحتاجها برضه. وفي ناس نباتية خالص ما بتحتاجهاش على فكرة قد كده، نباتيين. يعني الفول أساسا بيعوض اللحمة، والعدس برضه بيعوض اللحمة لأنه بروتين، أي بروتين بيعوض. هنا الزيت كان سخن أوي زي ما انتوا شايفين اهو. وانزل عليه بالرز. هنا بقى تقلبوه. لو وصلنا لغاية هنا حبيبي نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده. اذكري الله يا حبيب قلبي، سمي الله.
كل حاجة والله بذكر الله وبتسمية الله بتبقى جميلة ما شاء الله، اللهم بارك. يعني طول ما انت واقفة بتذكري ربنا في كل حاجة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني ما شاء الله. هنا زي ما انتم شايفين بنقلبه ونحط له الملح اهو. يعني هنا والله شوف انا بحط المية كده وبقول بسم الله، الحاجة بتبقى فيها بركة ما شاء الله. ربنا بيزيد منها والله وبيزيد فيها ما شاء الله، اللهم بارك. هنا هنولع الرز ونطفي عليه. لما بعمل الصينية، ساعة ما بعمل الصينية احط البطاطس على اللحمة في الصينية، واقوم مولعة الرز عشان يبقى سخن ساعة الاكل على طول. ما تقعديش بقى تسخني، يا دوبك بيبقى على قد تسخين بس الشوربة، يبقى الرز بقى سخن والصينية طالعة من الفرن سخنة. اي اكل كده، حتى انا يوم السمك برضه لما باجي اشوي السمك، ساعة ما اجي اشوي ابدا اولع الرز جنبي عشان ما شاء الله في ساعتها. ما بحبش الاكل اللي يتطبخ ويسخن ده، لا يعني للضرورة قوي. زي ما انتوا كده شايفين خلاص كده الرز خلص يا حبيبي. وهنا اهو، هنا صينية البطاطس طلعت من الفرن. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان القناة تكبر بينا وبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.